السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل تورتايه القمر دي بالدقيق العادي. تعالوا يلا بينا نشوف الطريقة. معايا 4 بيضات ومعايا رشة فانيليا ومعلقة خل. هضرب كويس جدا البيض. ومعايا في الطبق ده كوباية الا ربع سكر، هنزل بيها بالتدريج واحدة واحدة كده، وهضرب فيها كويس جدا لحد ما القوام يبدأ يفتح لونه بالشكل اللي حضرتك شايفاه معايا ده كده. وكده بقى هنزل معلقه كبيره محسن جل. ما عندكيش محسن الجل، ممكن تجيبي الكيس ده. انا بجيب الكيس ده. الكيس ده بيبقى ب10 جنيه، عباره عن 50 جرام. هنزل بيه كويس، هنزل بيه على الخليط كده بالشكل ده. وكمان وهضرب كويس جدا، وهيبقى معايا كوبايه الا ربع ميه ساقعه، وهنزل بيها واحده واحده كده على الخليط اللي معايا في الطبق. بسم الله الرحمن الرحيم، لحد ما يبقى قوامه كريمي وتقيل جدا كده. هو بيروح قوامه بيبيض وبيتقل. ومعايا في الطبق ده كوبايتين دقيق نخليهم كويس جدا، ورش عليهم رشه ملح. وهضرب يعني هحط معلقتين واضرب معلقتين واضرب. ومعايا كمان معلقه صغيره بيكنج باودر. ولو ما عندكيش ممكن بيكنج باودر ممكن تستبدليها بمعلقه كبيره كيك شيف. وهنزل بردك معلقتين كده، واضرب بالمضرب بس كده لحد ما اخلص كوبايتين الدقيق كلهم. واروح مديها تقليبه كده عشان لو في اي دقيق في الطبق كله يتجانس مع الخليط. واكون هنا محضره صينيه فيها فيها ورق زبده. بدهن الاول الصينيه بزيت، وبعدين اروح حاطه الورق الزبده، واروح منزله الخليط بتاعي اللي هو الكيكه الفاتحه اللي هي بالفانيليا، واروح حطاها في نص الصينيه، ونص الصينيه التانية اسيبه عشان احط فيها الكيكه بالكاكاو. تمام. معايا هنا بردك في نفس الطبق 4 بيضات ورشة فانيليا ورشة ومعلقة خل. ومعايا بردك في نفس الطبق كوباية الا ربع سكر. هنزل بردك بيها بالتدريج واحدة واحدة لحد ما القوام بتاعي يفتح. وبعدين انزل كمان بكيس محسن جل. اهم حاجه تاخدي بالك ان المحسن الجل لو انت هتشتريه سايب يبقى لونه شفاف، مش لونه ابيض. لو لونه ابيض ما تستخدموش، ما تشتريهوش، لان بيبقى بايظ، هيبوظ لك الكيكه. واحنا بنشتري بيت بيبقى مكلف وكده. وهنزل بردك بالكوبايه الا ربع ميه بالتدريج واحده واحده. هنا في الطبق ده حطيت كوبايتين دقيق، وخدت منهم معلقتين، وشلت معلقتين وحطيت مكانهم معلقتين كاكاو اسباني غامق. نخلته كويس حطيته في الطبق، وبنزل بيه كده بالتدريج واحده واحده زي ما حضرتك شايفه كده. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وهنزل كمان بمعلقه صغيره بيكنج باودر، وزي ما قلت لك ممكن تستبدلي معلقه البيكنج باودر بمعلقه كبيره كيك شيف. وهنزل بالخليط اللي في الدقيق معلقتين. وطبعا بكون حاطه فيهم رشه الملح، دي اساسي. كده خلاص ضربت خليط الكيكه اللي هو البني كويس جدا. هديها بردك تقليبه عشان لو في اي دقيق ولا حاجه في الطبق كله يتجانس مع الخليط. بس كده بالراحه وانتي بتديها التقليبه عشان ما تصفطيش الهواء، يعني الهواء اللي احنا عاملينه ده كله ما يهبطش. تمام. اجيب بردك الصينيه واروح منزله القوام معايا البني واحده واحده كده، بسم الله الرحمن الرحيم. واسوي الصينيه كويس جدا بالشكل اللي حضرتك شايفاه. وطبعا اكون مولعه الفرن فوق وتحت على درجه حراره عاليه، واكون مظبطه كده الصينيه كويس جدا، واروح خبطها كده خبطتين قبل ما ادخلها الفرن. وزي ما قلت لك الفرن مشغلاه من فوق وتحت، واول ما ادخل الكيكه بطفي من فوق وهدي درجه حراره تحت. انا ما عنديش درجات حراره، هي قعدت معايا بالظبط ساعه.
اختبرتها بخل السنان او خل شيش طاووق زي ما انا عملت كده، لقيتها تمام زي الفل. طفيت الفرن عليها وسبتها لحد ما تبرد تماما، بعدين طلعتها وحطيتها في كيس ودخلتها التلاجة. صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على جينا بقى محمد. دلوقتي تاني يوم حطيت نص كوباية سكر، وعليها كوباية الا ربع مية متلجة، وهضربها كويس جدا ادوب السكر. ممكن تستخدمي السكر بودرة، وممكن تستخدمي بدل المية لبن. واروح بقى حاطه كوبايتين كريم شانتيه خام ومعلقه باتيسير. ممكن تستغني عنها خالص، ممكن تحطي كريمه لباني بودر ممكن تستخدميها، وممكن تستخدمي معلقتين لبن بودر. بس كده لحد ما قوام الكريم شانتيه بقى متجانس وتقيل كده بقى كويس جدا معايا. هاخد منه معلقتين 3 كده عشان اخليها احط عليها معلقه كاكاو. معلش الحته ديت انا صورتها بس كنت بحسب الكاميرا شغاله، معلش انا حطيت معلقه كاكاو في منخل ونخلتها كده شويه عشان الكاكاو بيبقى مكتل، بس لحد ما بقت بالقوام الجميل ده. او اقلبها كده كويس جدا بالمضرب وبالسباتولا. بس كده جبت بقى الكيكه، طبعا كنت مغلفاها، طلعها بقى بالصينيه في الصينيه من الصينيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقلقيش الوش ده كله بيلزق في ايدك او بيلزق في الورقه، مش مشكله، كده كده انا بشيل الوش ده. الوش ده بيبقى فيه زفاره البيض، فواحده واحده بقى وانتي بتفكي وانتي بتشيلي ورق الزبده هو بسهوله جدا هيطلع معاكي. احسن حاجه اللي الكيكه ما تستخدميهاش على طول، استخدميها لا اما بالليل لا اما تاني يوم. تمام. بس وهشيل بقى الوش دوت بالسكينه كده واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده، واحده واحده. هو اصلا بيتشال معاكي بمنتهى السهوله. بس كده بسم الله ما شاء الله. نسمي الله كده. ولو وصلنا لحد هنا كده نعمل اشتراك في القناه ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بعمله. جبت بقى الصينيه وقلبت عليها الكيكه، وبشيل بقى ورقه الزبده اللي هي كنت حطاها في قعر الصينيه. تمام. انت ممكن هي تتشال معاكي بمنتهى السهوله. ممكن تشيلي الوش الكيكه ده وممكن تسيبيه، انا بسيبه مش محتاج يتشال اصلا، هو ما فيهوش حاجه، هو زي الفل. انا سبته واقطع بقى بالطرنش كده او بالمنشار، سكينه المنشار، واحده واحده. لو معاكي المنشار اللي هو اللي بيظبطيه على 8 أو 9 ده بيبقى تحفه. ان شاء الله المره الجايه اجيبه ونعمل مع بعض بيه تورت وحاجات جميله كتير. هنا انا بعمل تورته عيد ميلاد في البيت تبقى جميله والعيال بيفرحوا بيها جدا، بدل ما اشتريها. يعني انا اشتريت التورتايه دي من بره والله هتكلفني 500 جنيه. انا يعني الحاجات الخامات اللي انا عملتها ما كلفتنيش كلها، يعني لو حسبتها كلها على بعضها ما كلفتنيش 250 بالبيض يعني. ودي حتى انا ما حسبت، يعني انا جايبت شويه حاجات كده اللي هو كريم شانتيه عشان بس الايام دي بقى غالي، وحسبي البيض والدقيق مش هتكلفك 250 تورتايه كبيره كده، وتكفت كذا افراد، لان انا كنت عامله عيد ميلاد ما شاء الله كبير، وكان عيالي عازمين صحابهم وكده، كان جميل. المهم انا هنا قطعت التورتايه على 4 طبقات، وجبت قاعده عندي كده، هي ما كانتش قاعده، هي كانت مكانها حاجات يعني تانية. فالمهم جبتها قلت هي تقضي الغرض زي الفل. حطيت عليها كده معلقتين كريم شانتيه عشان التورتيه ما تتحركش مني. وبدات اجلس يعني احط كريم شانتيه على المكان البني. انا ما سقيتش التورتيه اصلا هشه ومش محتاجه ان انا اسقيها، كده كده هي تتاكل في نفس اليوم اللي هو النهارده، يعني نفس اليوم اللي انا عملت فيه التورتيه ونفس اليوم هي ان شاء الله تتقطع وتتاكل فيها. وهي التورتيه هشه مش محتاجه اصلا سيرم، او يعني ممكن تسقيها سيرم شربات اللي هو بتاع الكنافه بس تخففيه، ميه بسكر، اي كمبوت عندك ممكن ان انت لو انت عايزه تسقي اللهم صل على النبي التورتايه. انا بقى بجلسها كده بالشكل ده. انا مش محترفه قوي في تجليس التورتايه، بس هي على قدي الحمد لله والشكر لله. بس كده واحده واحده. خلاص خلصت اليمه البني، اروح بقى اليمه اللي هي بالفانيليا. طبعا عايزه تحطي صوص شوكولاته كده، عايزه تحطي كريسبي حطي. بصي الحشوات اللي انت عايزه تحطيها براحتك، طبعا الحشوات دي لو انت عايزه تحطيها فوق الكريم شانتيه دي براحتك، دي من اختيارك.
بس كده هظبطها كده واحده واحده بسم الله الرحمن الرحيم، واروح ايه نازله بالطبقه التانية، وهكذا برضك ايه هروح حاطه عليها كريم شانتيه وايه واظبطها كده واحده 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 كده ايه. وعلى مهلك نسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بس كده واحده واحده خالص على مهلك خالص لحد ما تتجلس. مش هتاخد والله معاكي وقت، حتى لو خدت معاكي وقت ان شاء الله تبقى وقت خفيف وسهل. ده الواحد بيبقى مبسوط وهو بيعمل الحاجات دي في البيت، وكفايه ايه العيال زي ما قلت لك الحاجه دي ايه بتفرح العيال. فهحط بقى هقفل كده التورتايه كويس جدا بالكريمه، وهبدا بقى ايه اجلس اي حاجه في يعني اي حته كده فيها كيكايه، فهظبطها كده واحده واحده لحد ايه ما اجلس التورتايه كلها ما تبقاش فيها حته ايه يعني الكيكه ايه باينه بالشكل اللي حضرتك شايفاه معايا ده كده. واحده واحده كده بسم الله الرحمن الرحيم بظبطها كده. انا شايفه اي حاجه فايه بظبطها واحده واحده كده. وبعدين انا بدخلها بقى ايه الفريزر تقعد ساعه لحد ايه ما اظبط بقيه يعني انا هحط عليها ايه بقى تاني وكده. بس هي في الحر اللي احنا فيه ده بتقعد ساعه بالظبط في الفريزر، بتبقى مسكت كده وبقى زي الفل. ولقيتها معاكي لو لقيتيها معاكي سايحه الكريمه بتاعتها هتدخليها الفريزر تقعد ساعه، وبعدين تطلعيها كملي بقى بقيه تجلسها يعني بتبقى اسهل بالشكل اللي حضرتك شايفاه كده واحده واحده بسم الله الرحمن الرحيم. لو وصلت لحد هنا كده دعميني بالاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد انا بعمله، وان شاء الله تعجبكم. شايفين الشكل النهائي ما شاء الله الله اكبر كلها اتجلست وبقت زي الفل. انا بقى هنا الكريمه اللي اتبقت ضربت عليها كوبايه كريمه كمان، ورحت واخده نصها يعني معلقتين منها كده بالظبط، حطيت عليها اللون اللبني واللي هو اللون اللبني اللي هو الجل، وبضربها كده بالمضرب لحد ما اجيب اللون اللي انا عايزاه. وبعدين جيت طلعت بقى التورتايه من الفريزر وبدات ايه اجلس باللون اللبني كده واحده واحده بسم الله الرحمن الرحيم. هتلاقيها بقى سهله معاكي جدا عشان ايه هي طالعه من الفريزر، فتلاقي التجليس بقى بتاعها سهل جدا، وبتبقى ايدك بقى بسرعه عشان ايه ما تسيحش منك. بمسح بقى اي زيادات على الكرتونه بتاعتي اللي انا بقدم فيها التورتايه دي اللي بحط عليها التورتايه. اي زياده كده بمسحها بالمنديل. وجبت برضك معلقتين كريمه حطيت عليها اللون البينك. وهو عندي هنا فاتح الكاميرا فجاه كده فتحت اللون بس هو غامق شويه تمام. انت ممكن تجيبي اللون الاحمر وبتنقطي منه بيجيب لك بينك وبعدين ايه للاغمق. انا غلطت جبت بينك واللبني جبته لبني واللبني جبته ازرق تمام وفتق بس مش مشكله الواحد بيتعلم والحمد لله. جاب معايا اللون البينك اللي انا عايزاه وجاب معايا برضك اللون اللبني اللي انا ايه عايزاه. واحده واحده كده بتجلسيها واحده واحده بالشكل اللي انت عايزاه لحد ما وصلت معايا كده التجليس بقى النهائي. انا جبت اللي هو الورق دوت اسمه ورق استوديو. بتنزلي برنامج كده على التليفون وبتنزلي بقى الصور اللي انت عايزاه. انا لابني عملت له سبايدر مان، والبنوتي عملت لها اللي هي القصر اللي فيه فروزن والاميرات دي تمام. وبعد ما حطيت هابي بيرث دي ورا في الاخر بقى طلعتها لقدام تمام. بس وانا بقى بثبتها بخلة سنان بمسدس شمع كده من ورا، وبروح ايه حطهم كده. دي اسهل طريقه للتورتايه بدل ما تعمليها بقى فاكهه وشوكولاته والكلام ده. دي اسهل طريقه للتورتايه بجد. كانت اسهل طريقه تورتايه عملتها وزي ما هم عايزينها الحمد لله عملتها. وبرصه بقى كده بالشكل ده عشوائي بالترتيب زي ما انت عايزه. والحاجات اللي هي اسمها بودي ولا بيحطها بقى كده في الجناب كده. وبكده ايه وصلنا لاخر الفيديو. كانت معكم ايمان هلال مطبخي قناتي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب اكل زمان في مطبخ ايمان. شايفين التورتايه في النهايه حاجه جميله كده ما شاء الله الله اكبر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.